السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي كلامنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. تعادل بطعم الخسارة. مباراة يعني تأليف من ريبيرو. اللي يقول لي هو بيعمل ايه، يعني لو انت فاهم هو عمل ايه في الماتش قول لي. يعني انا التأليف اللي عمله في الشوط الاولاني ده هو جه صلحه في الشوط الثاني. طيب، كلامي الاول لكابتن محمد مجدي قفشه، مع كامل احترامي ليك على راي محمد عبد العاطي والحكم. بص يا عم الحكم، انا هبدا بيك انت الاول عشان في كورتين، واحده في نهايه الشوط الاولاني بتاعت محمد بن رمضان الزقه والدفعه جوه منطقه الجزاء، ونفس الكوره مع جراديشار لاعب مودرن واخده وجاي على الارض في الكورنر في النهايه، في نهايه المباراه. ولا انت رجعت الفار ولا اتكلمت. تمام يا باشا، وبيقولوا الاهلي بيكسب بالحكام. كابتن قفشه لماذا تلعب كره القدم؟ يعني انسى بقى كابتن قفشه بقى حته الماضي، انت قاعد علشان القضيه، انت صاحب القضيه، واحنا يا عم احنا كاهلاويه ممنونين ليك، بس بعد اذنك ارجع قفشه بتاع زمان، العب كوره. ما ينفعش لعيب رقم 10 يبقى مش كوير، او يبقى ولا مؤاخذه ياخد الكوره وتايه. النهارده الاهلي ابتدى ب4-3-3، ومشكله ريبيرو ان عايز يبدا البنى من العمق. طيب يا عم انت نازل عايز تبدا العمق، يبقى لازما لعيبه خط النص هي اللي تبقى ولا مؤاخذه بتبني من العمق. لعيبه رقم 6 و8 دول ناس عندهم الفيزيكال بتاعهم والاجريفيجن، او اللي هو افتكاك الكوره واللعب القدام قوي. زي مين؟ زي ديانج حضرتك، وزي محمد بن رمضان. لكن انت نازل باحمد رضا اللي ما عملش حاجه طول الماتش، عشان الناس تقول لي هي الحسنه الوحيده هي الجون. غير كده شكرا. احمد رضا كان تقييمه النهارده في سوفا سكور 6.3 مع انه جايب جون. محمد بن رمضان الله اكبر عليه، لا غبار عليه. حتى الكره اللي جابها في العارضه من زيزو. طبعا النهارده انا مان اوف ماتش بالنسبه لي مش مرعي، زيزو مان اوف ماتش، 2 اسيست. وانا عرفت ليه الزملكاويه زعلانين عليه يا باشا النهارده. او في فيديو انا شفته لحد الزملكاويه، الناس الاعلامي اللي هم بيطلعوا في اليوتيوب وقنوات الفيسبوك الهستيري، قال لك يا باشا انا مش هقول على زيزو وحش، وهو عندك وهو كان عندي احسن لاعب في مصر. وحقيقه يا باشا النهارده زيزو النهارده بيلعب. طبعا انت النهارده الشوط الاولاني كابتن تريزيجيه ما جاش لغايه دلوقتي من المونديال، من ساعه ضربه الجزاء. تريزيجيه ما عملش حاجه النهارده، واللي يقول لي عمل حاجه يقول لي ده هي الشوطه الوحيده وشوطه كده اللي هي في اخر الشوط الاولاني. بعد كده تريزيجيه انت الجنب الشمال عندك رايح في داهيه يا حلاوه. انت جاي يابا عشان تقطمنا وتقرفنا ولا ايه؟ مش فاهم. ما علينا. طبعا 4-3-3 والتشكيله كانت ياسر ومرعي وشكري. اللي انا عايز اقول له بعد اذنك يا باشا، انت ما بتلعبش في سيراميكا، انت بتلعب في الاهلي. ومحمد هاني، والناس مقطعه محمد هاني، مع ان انا شايف ان محمد هاني النهارده كان كويس، مش عارف ليه. ما علينا. طبعا خط النص، انت عايز خط نص يبني من العمق، يبقى كان المفروض ديانج مش احمد رضا معاه بن رمضان. طبعا انت حاطط طبعا قفشه كرقم 10 ما عملكش حاجه، وقدام شريف، زيزو، خالتي تريزيجيه. عملت ايه بقى في الشوط الاولاني؟ بلح، مفيش غير كره واحده تشوط. الشوط الثاني ريبيرو ابتدى يصلح العك اللي عمله في الشوط الاولاني. طلع قفشه، طلع محمد شكري، نزل كريم فؤاد، نزل طاهر. تعالى بقى انت ايه المشكله ان انت تبتدي تهاجم؟ انت جبت الجول الاولاني. منور يا كابتن شوبير، عشان انت بتزعل لما بنهاجم ابنك والكلام ده، وليه ابني ما بيلعبش وبتاع. اهو مودرن سبورت اهو، الجون الاولاني من مصطفى شوبير. اللي هيقول لي الجون من كريم فؤاد هقول له انت لا، انت غلطان يا باشا. مصطفى شوبير غير الشناوي. الشناوي لو كان اتعمل عليه الضغط ده الشناوي بيطلع بره يا باشا. مصطفى شوبير لا، انا عايز ابني من على الارض زي ما جوزيه ريبيرو بيقول احنا عايزين نبني على الارض. هو هتبقى موسم لوز. انا قلت لكم يا جدعان فيديو قبل كده، انتوا استرخصتوا وجبتوا ريبيرو ده وده ملوش تاريخ. صباح الفل يا جدعان، عشان الناس بتقعد تتريق علينا، واحنا مش يوتيوبر والله يا جدعان ولا مشهورين ولا بتاع، بس بنقول لوجه الله. ادي ريبيرو يا جدعان، ومش هقطعك يا عم ريبيرو، انا هفضل معاك الموسم وهدعمك، بس مع اول غلطاتك هخيطك.
لان انا اداره النادي الاهلي كان معروض عليها كذا مدرب وجابوك انت. وانت يا باشا انت جيت عند نادي اصلا جماهيره ما بتقبلش التعادل، فما بالك بقى اللي انت عملته النهارده ولا قدر الله كنا خسرنا. طبعا مش هتكلم بقى، طبعا انت جبت الجون هوب الغلطه بتاعت محقق احمد مصطفى شوبير اللي هو بيباصي لقدام. يا باشا انت بتباصي ليه؟ والكره برده فيها ان هي ايه، فيها سنه فاول او شك فاول، بس الحكم ايه قال لك الفار وجون وبتاع. ما علينا يا باشا، صباح الفل. الجون التاني ايه يا باشا؟ الدفاع ده مالكوا يابا؟ محمد شريف انت المفروض راجع مع المدافع. ايه يابا؟ وياسر فين؟ ومرعي فين؟ ايه يا اسطوات في ايه؟ ده انتوا الكور العرضيه بتخش علينا كانها بيلنتي. ايه يابا في ايه؟ مالكوا يابا؟ يعني بعد اذن الرجاله او ريبيرو باشا، الكور الثابته دي ما يبقاش علينا زي البيلنتي، لان انت هتلاعب ناس فرق في افريقيا ما عندهاش ياما ارحميني، ابطال قارتها، ابطال دولها. طبعا بقى لما نزل بن شرقي بدل لما ابتدى يفوق بعد الجون الثاني اللي دخل فيه، اما لقى ان تريزيجيه اصلا تايه في الملعب لسه ما جاش من كاس العالم للانديه. يعني بعد اذنك يا تريزيجيه والله انت لو ما كنتش جيت الاهلي، انا بالنسبه لي تريزيجيه ما يجيش الاهلي ده كانت احسن حاجه. يعني انا ده واحد من ضمن الصفقات اللي ما كانش ينفع تيجي، عشان احنا هنا مش ولا مؤاخذه مش دار عجزه عشان نختم بالناس زي الحاج موديست كده. طبعا بقى ستر ربنا والعالمي زيزو الله يبارك له ومرعي. يعني انا النهارده شايف طبعا مع سوء الحظ الكره بتاعت طبعا كان هيبقى هاتريك اسيستات لزيزو، بس انا مش عارف في ايه يا جدعان. يعني ايه مودرن سبورت تتعادل معاك؟ مع احترامي الكامل لمودرن، انت ما عملتش حاجه اصلا، انت كل الماتش قاعد مدافع عامل ميدل بلوك من اول نص ملعبك لغايه ملعب الاهلي. انت يا باشا ميدل بلوك من عندك لغايه ورا، ما بتعملش حاجه غير الهجمه المرتده. اتمنى ان مودرن سبورت، اتمنى منكم يعني ما دام انت اتعادلت معايا بعد اذنك ما تهبطش، عشان ما تبقاش انت خسرتني نقطه مالهاش لازمه. حاليا الواحد والله يا جماعه يعني انا مش عايز اتكلم تاني، وعودا حميد للدوري المصري. وطبعا انا اتكلمت على مشكله الجماهير بتاعت الزمالك مع زيزو، واكررها تاني يا صاحبي، دي كره قدم للترفيه. بلاش نخوض في عرض حد، عشان احنا مش قد الحساب بتاع ربنا في الاخر. حتى لو حساب الدنيا متأجل، حساب الاخره يا جماعه ربنا يلطف بينا كلنا. احنا مش عايزين كل بقى واحد زملكاوي يجي يطلع يقول لي في الكومنتات زي الفيديو اللي لسه منزله على التيك توك امبارح، اصل هو نفس اللي حصل مع شيكابالا. باشا شيكابالا ساعات كان بيبدا ينكش في جماهير الزمالك، قصدي جماهير الاهلي، وجماهير الاهلي كانت بتنكشه. فخلاص بقى قصه المظلوميه دي تنتهي. مش كل لاعب يتنقل من هنا لهنا يا باشا. يعني اللعيب اللي بيتنقل من عندكم لعندنا، يعني انتوا عملتوا في كهربا، عملتوا في اسمه ده في امام عاشور، وادي زيزو. انتوا لما اتنقل عبد الله السعيد لعندكم مفيش حد من جمهور الاهلي شتمه. فارجو ان احنا ننبذ التعصب يا جدعان، عشان الحاجات دي ما تأدلناش لكارثه لا قدر الله تتكرر مذبحه الدفاع الجوي، او يعني اللي حصل في بورسعيد. وكفايه يعني، شجع يا باشا، فنفن مع صاحبك وحفلوا على بعض، بس في الاخر ما توصلش بقى ان احنا نخوض في اعراض بعض. السلام عليكم.